من العناوين إلى التفاصيل. شارك وفد الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في منتدى مباحثات الحزب الشيوعي الصيني مع أحزاب العالم في العاصمة الصينية بكين. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي بصوت الزميل قاسم أحمد. شارك وفد الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة على المستوى برئاسة مسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة السيد حقوس قبرهيوت في منتدى مباحثات الحزب الشيوعي الصيني مع أحزاب العالم الذي انعقد من 30 من نوفمبر المنصرم وحتى 3 من ديسمبر الحالي بمدينة بيجين. وشارك في المنتدى الذي عقد تحت شعار بناء العمل المشترك لأحزاب العالم السياسية لمستقبل أفضل للإنسان وعالم أفضل. شارك فيه أكثر من 600 من قادة وممثلي 300 حزبا سياسيا من 120 دولة. وفي التوضيح الموسع الذي قدمه مسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حقوس قبرهيوت في المنتدى بعنوان تجربة وسياسة إريتريا ضد الفساد، حول تجربة إريتريا لنضال ضد الفساد، أوضح أن الفساد مرض خطير يصيب بالشلل الحكومات والتنظيمات السياسية، وهو من العوامل التي يعزلها عن شعبها، مشيرا إلى أن الفساد ينتشر بصمت بغطاء الكثير من الأساليب. وقال إن الفساد يضعف الروح الوطنية وقدرة عمل الحكومات، وتنتفي الثقة الشعبية من الحكومات الفاسدة التي يصعب عليها تنفيذ سياساتها الجيدة. وشرح بإسهاب أن الفساد يكون سببا للأنشطة التي لديها مواصفات وتحديات دولية مثل جرائم غسيل الأموال والهجرة غير القانونية. وأشار إلى أن النضال الناتج ضد الفساد يبدأ من المكافحة الجادة قبل انتشاره ومد جذوره، موضحا بأن الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ظلت تعمل بقوة في سنوات الاستقلال 26 الماضية لمكافحة الفساد بكل مواصفاته ومستوياته لعدم خيانة أحد الأبطال الذين ضحوا بحياتهم لتحقيق الاستقلال للشعب الإريتري والزود عن السيادة. وقال إن الحكومة الإريترية تتبع سياسة لا مجال البتة للفساد، وتعمل بوضع الأرضية القانونية لمكافحة الفساد في أوانه واتخاذ الإجراءات القانونية بعد بروزه. وأكد بأن الفساد منبوذ وغير مقبول من قيم الشعب الإريتري، وتجري حملة التعبئة المكثفة للحفاظ على هذه القيم وتنميتها. من ناحية ثانية التقى السيد حقوس قبرهيوت بمختلف المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني، وبحث تطوير العلاقات الثنائية بين الحزبين والتعاون الاقتصادي الإريتري الصيني والقضايا الإقليمية. وفي لقائه بنائب وزير دائرة العلاقات الدولية الصينية السيد شو ليو بينغ، أشار إلى وجود تاريخ وقيم مماثلة بين الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والحزب الشيوعي الصيني، وأوضح التطور المتنامي والعلاقات الاستراتيجية في كافة المجالات بين الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والحزب الشيوعي الصيني والحكومتين. من جانبها أوضحت السيدة شو ليو بينغ رغبة الصين تقوية علاقاتها مع إريتريا، وعن استعدادها للعمل مع إريتريا للسلام والاستقرار الإقليمي والسعي لوجود علاقات متينة بين الحزب الشيوعي الصيني والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. ودعا الأمين العام للجنة المركزية لحزب الشيوعي الصيني الرئيس شي جيانغ في الكلمة التي ألقاها في المنتدى الأحزاب السياسية في العالم، دعاهم لبذل الجهد المشترك لبناء مستقبل مشترك أفضل للإنسان والعالم، مؤكدا دفع بلاده بمساهماتها ودورها للسلم والاستقرار والازدهار العالمي. أحيت البلاد في 2 من ديسمبر الجاري اليوم العالمي للمعاقين في قاعة أخرية الأهلية، والذي يصادف يوم 3 من ديسمبر، تحت شعار نعزز الدعم المجتمعي لاعتماد المعاقين على الذات. وأوضحت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤلؤ قبرآ في المناسبة التي شارك فيها كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة أن الإعاقة ظاهرة يمكن حدوثها لأي إنسان وفي أي وقت ولمختلف الأسباب. وقالت أن مشاركة المجتمع في دعم المعاقين تعتبر سندا لجهود الحكومة من أجل خلق الفرص المتساوية للمعاقين، مؤكدة بأن هذه الجهود تحقق نتائج مرضية. وأشارت إلى أن إدراك قضية المعاقين بأنها قضية الشعب يؤدي إلى تحقيق نتائج فعالة ترتكز على الرعاية والعناية الجيدة، داعية إلى تعزيز التعاون بين كافة الجهات لتقوية البرامج الموضوعة. ومن جهته أشاد الدكتور بيرينغوم نيابة عن منسقة وكالة الأمم المتحدة في إريتريا بجهود الحكومة الإريترية لجعل المعاقين منتجين، موضحا وقوف الأمم المتحدة إلى جانب هذه الجهود.
هذا ويحتفى بالثالث من ديسمبر اليوم العالمي للمعاقين للمرة 26 على مستوى العالم و22 على مستوى البلاد، حيث شهد احتفال البلاد بهذه المناسبة هذا العام عروضا ثقافية وفنية لطلاب مدرسة الصم والمكفوفين، بالإضافة إلى عرض الأشغال اليدوية التي أعدها المعاقين. صرحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاء تسفى ميكائيل بأن تطور وتقدم المرأة يتأكد بتعزيز مساواة المرأة في كافة القطاعات، حيث يتطلب تحقيق ذلك جهودا منسقة بين الجهات الحكومية والاتحادات. وفي الخطاب الذي قدمته في الورشة التي نظمت بمدينة بارنتو حول التطورات والتحديات التي تواجه المرأة، أوضحت السيدة تخاء النتائج الجيدة التي تحققت من خلال الجهود التي بذلت خلال 26 عاما الماضية لتعزيز مساهمة ومشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية، مناشدة الجهات المعنية لمحاربة العادات الضارة التي ما زالت تتطلب جهودا جبارة للحد منها، حيث ظلت تعرقل تقدم المرأة وتحدث أضرارا صحية لها خاصة في المناطق النائية. من جانبها قدمت مسؤولة المرأة في إقليم القاشبركة السيدة إحداقة يوهانس توضيحا مفصلا حول الإنجازات التي تحققت في الأعوام الماضية في مجال تمكين المرأة. وفي ذات السياق أوضحت السيدة إحداقة أهم التحديات التي واجهت المرأة المتمثلة في ختان الإناث وزواج القاصرات والمشاركة المتدنية في مائدة التعليم، مشيرة إلى الجهود الجارية للحد من العادات الضارة بالتعاون مع الشركاء ونتائج تلك الجهود. كما أوضحت بأن تعزيز وعي المجتمع حقق نتائج مرضية في مجال تغيير الأفكار الخاطئة. وأشارت السيدة إحداقة إلى أن تنفيذ برامج القروض المصقرة وفتح فرص العمل للمرأة ساهم في تحسين حياتها المعيشية، كما أحدث تغييرا إيجابيا في عائلتها، موضحة الجهود المبذولة لتنظيم دورات مهنية وتقديم الدعم والمساعدات الأولية. هذا وقد قدمت في الورشة تقارير بحثية حول تطور مشاركة المرأة في الإقليم خلال السنوات الماضية في المجالات الصحية والتعليمية والزراعية والعمالة والعمل والتجارة والادخار والقروض. وفي الكلمة الختامية التي ألقاها المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم السيد قبر سلاسي نقاش، أكد فيها باسم إدارة الإقليم استمرارية الجهود المنسقة الجارية لتأكيد تقدم وتطور المرأة في الإقليم. أوضح مدير مدرسة الربروبية الابتدائية والمتوسطة الأستاذ علي محمد بإضاحية الربروبية في مديرية فورو التطور الذي يظهره مشاركة الطلاب في مائدة التعليم خاصة الطالبات. وفي تصريح أدلى به الأستاذ علي لوكالة الأنباء الإريترية، ذكر بأن هذا التطور هو نتاج الحملات التعبوية الجارية بالتنسيق بين وزارة التعليم والشركاء، مشيرا إلى استمرارية الجهود للحفاظ على هذه المكتسبات. وأضاف بأن المواطنين قد بنوا بجهودهم الذاتية فصولا مؤقتة لأن البنية التحتية التي كانت تمتلكها المدرسة بنيت في الأساس للتعليم الابتدائي فقط، مناشدا بضرورة تجهيز المزيد من الفصول للمرحلة المتوسطة حتى تقدم المدرسة خدمات تعليمية جيدة. ومن جهتهم دعا الطلاب لبناء مدرسة ثانوية لضمان استمرارية الطالبات في العملية التعليمية. وأوضح مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن مدرسة الربروبية الابتدائية والمتوسطة تقدم خدمات التعليم هذا العام ل 336 طالبا، منهم 60 طالبة، بالإضافة إلى 31 من الأطفال يتلقون خدمات التعليم قبل المدرسي. ينظم سكان مدينة دبارو نفيرا لحصاد مزارع الشعير والقمح التي زرعتها مفوضية المواشي والقلال بمنطقتهم في مساحة تقدر بحوالي 500 هكتار. وأوضح المشرف على المشروع الزراعي خبير تنمية البذور في المفوضية الشاب مدهاني قبر مسقل زراعة البرسيم الأخضر في 40 هكتارا ضمن برنامج تعزيز إنتاج الألبان ومشتقاته في المنطقة، إلى جانب زراعة 460 هكتارا من الشعير والقمح، مشيرا إلى اكتمال 85% من عملية الحصاد. من جانبه قال مسؤول متابعة التنمية الأهلية في مديرية دبارو السيد قرماي التخلي أن المفوضية تنجز أعمالا ناجحة وفعالة بتمتين علاقتها مع السكان، موضحة مشاركة 650 من المواطنين في النفير الجماعي يوميا. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. قم معنا. على الصعيد العالمي قال مسؤولان نيجيريان بأن انتحاريين يشتبه في انتمائهم لجماعة بوكو حرام المتشددة قتلوا 13 شخصا على الأقل في هجوم على سوق في بلدة بيو في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا. وقال علي إدريس وهو من قيادات البلدة أن الانفجارات وقعت فيما كان موظفو إغاثة يوزعون أغذية على المتضررين من الصراع الدائر منذ 8 أعوام مع جماعة بوكو حرام.
وقال فيكتور أوسوكو المتحدث باسم الشرطة في ولاية بورنو أن 53 شخصا أصيبوا، كما قتل الانتحاريان إضافة إلى 13 فردا من ضحايا الهجوم. ويحمل الهجوم الذي وقع يوم السبت بصمات جماعة بوكو حرام التي تستخدم انتحاريين لتنفيذ هجمات على أماكن عامة مزدحمة. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من ميثاق أممي لتحسين التعامل مع أزمات المهاجرين واللاجئين باعتباره يتناقض مع سياساتها. وكانت 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت في سبتمبر عام 2016 بالإجماع إعلانا سياسيا غير ملزم، هو إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين يتعهد بالحفاظ على حقوق اللاجئين ومساعدتهم على إعادة التوطين وضمان حصولهم على التعليم والوظائف. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أن بلادها ستستمر بسخائها في دعم المهاجرين واللاجئين حول العالم، إلا أن القرارات حول سياسات الهجرة يجب أن يضعها الأمريكيون دائما والأمريكيون وحدهم. وتحت إدارة ترامب وشعاره أمريكا أولا، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من التزامات دولية عديدة تم التوقيع عليها خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وأهمها اتفاق باريس للمناخ. كما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا من منظمة اليونسكو واتهمتها بالتحيز ضد إسرائيل. اجتاح الإعصار أوكي جزر لاكاشادويل في جنوب غرب الهند بعد مروره على ولايتي كيرالا وتاميل نادو المجاورتين، مما أدى بحياة نحو 14 شخصا، مع وجود مخاوف من تقطع السبل بالكثير من الصيادين في البحر. وقال مسؤولون أن السلطات ومنها الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث وخفر السواحل والبحرية في الهند أنقذت نحو 223 صيادا وأجلت الآلاف من الأشخاص في المناطق المتضررة بالإعصار، مع استئناف عمليات الإنقاذ يوم السبت. وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي تحدث إلى رئيس وزراء ولاية تاميل نادو لطمأنته على عمليات الدعم، ومن بينها توفير الأموال اللازمة لمواجهة الكارثة. أعلنت قوات حرس السواحل الكورية الجنوبية يوم أمس الأحد عن مقتل 13 شخصا وفقدان 2 آخرين جراء اصطدام قارب صيد مستأجر وناقلة قبالة سواحل أنتشون غرب العاصمة الكورية الجنوبية سيول. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن القارب الكوري الجنوبي الذي يبلغ وزنه 9.77 طن انقلب وهو يحمل 2 من أفراد الطاقم و20 راكبا عندما اصطدم بناقلة تزن 336 طنا في المياه بالقرب من جزيرة يونغيون. وتلقى الرئيس مون جي إحاطة حول الحادث بعد أقل من ساعة من حدوثه، وأمر بإجراء عمليات بحث وإنقاذ شاملة وفقا لما أعلنه مكتبه الرئاسي. هذا وقد قامت السلطات الكورية الجنوبية بحشد 4 طائرات هليكوبتر و14 قاربا لعملية البحث والإنقاذ. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة، وحتى يجد اللوحة تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل.